حياكم الله، مرحبا، أهلا وسهلا. الليلة طبعا سينطلق العرس 35 في تاريخ الكرة الإفريقية مع نهائيات كأس إفريقيا المقررة في المغرب العاصمة الرباط. اليوم ستشهد حفل الافتتاح والمباراة الافتتاحية بين المغرب وجزر القمر. موعد آخر مع المتعة، موعد آخر مع الإثارة. تعرفوا بأنه في إفريقيا صعب جدا توقع المسار وتوقع الذي يحدث في هذه البطولة. هناك توقع واحد يتفق عليه الجميع لحد الآن قبل البطولة وعشية انطلاقها وساعات قبل انطلاقها. الكل يجمع على أنه المغرب هو المرشح نمبر 1 للفوز بلقب هذه البطولة، لأنه صراحة الأقوى على الورق لحد الآن وصاحب التشكيلة الأكثر ثراء. أوكي، فيه تشكيلات أخرى ثرية في منتخبات أخرى، ولكن على الورق المنتخب المغربي يعتبر الأفضل. وبعدين الكرة المغربية منتشية أيضا، هي الأفضل في السنوات القليلة الماضية منذ بلوغ منتخب الأول نصف نهائي كأس العالم 2022 إلى غاية تتويج منتخب الرديف بكأس العرب فيفا 2025 قبل 3 أيام من الآن. ولكن هذا الرصيد وهذه الضغوطات ستشكل في نفس الوقت عبئا وثقلا. تقولوا لي من الذي سينافس المغرب؟ نقول لكم بأنه المنافس الأول للمغرب في هذه البطولة سيكون المغرب. المنافس الأول للمغرب هو مواجهة الضغوطات الكبيرة المفروضة على المدرب وليد الركراكي وعلى المنتخب المغربي بصفة عامة، لأنه تتويج منتخب المحليين بكأس العرب زادهم ضغط شوية على الركراكي وعلى اللاعبين فوق أرضية الميدان. فالسؤال المطروح كيف سيواجه المنتخب المغربي كل هذه الضغوطات؟ أعتقد بأنه في الدور الأول لن يكون هناك مشكل بالنسبة للمغرب والمنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب. كل شيء يبدأ أو البطولة تبدأ من دور خروج المغلوب الثمن النهائي إلى غاية المباراة النهائية. فعلى الورق المغرب هو المرشح، اجماع كبير في إفريقيا وخارج إفريقيا على أن المنتخب المغربي هو المرشح رقم 1 للفوز بالبطولة. وبعدين عندهم 50 سنة لم يفوزوا باللقب. أي نعم، هذه ثاني مرة ينظموا فيها البطولة التي يبقى المغاربة يجرون خلفها منذ 5 عقود. منذ سنة 76 كان آخر تتويج، وأنذاك البطولة الإفريقية كان يشارك فيها 8 منتخبات. الآن تغيرت الأمور ب 24 منتخب وبإثارة أكبر وبتطور كبير تشهده الكرة الإفريقية. الكل يتساءل عن المنتخب الجزائري. أعتقد بأن المنتخب الجزائري الآن هو في ثوب أوتسايدر، يعني في ثوب منتخب راح يشارك، مش من أجل المشاركة طبعا، راح يشارك من أجل محاولة أن ينسينا نكستي الدورين السابقين. يجب أن ننسى بأنه منذ 2019 المنتخب الجزائري لم يفوز بأي مباراة. لا يجب أن ننسى بأنه في الدورتين السابقتين المنتخب الجزائري احتل المركز الرابع في مجموعته. لا ننسى بأنه في 6 مباريات في الدورتين السابقتين لم يحقق أي انتصار. هذا لا يعني بأنه بلوغ الدور الثاني هو أقصى ما نتمناه أو هو النتيجة الجيدة والطيبة للمنتخب الجزائري. نعرف بأن الكرة الجزائرية والمنتخب الجزائري يا إما الكل يا إما ولا شيء، يعني إما نتأهل أو نقصى، إما نفوز أو نخسر، إما نتوج أو نخفق، إما نتأهل للدور الثاني أو نخرج في الدور الأول في المركز الرابع في ترتيب المجموعة. ولكن خلوني نقول بأنه مشاركة المنتخب الجزائري هذه المرة تبقى لغز، ولا واحد يقدر يتوقع ما الذي سيحدث. ولا أقول كل شيء يبدأ بالمباراة الأولى، لا، كل شيء يبدأ بالدور الأول، لأنه أملنا كبير في أنه يكون فيه دور ثاني وأدوار ثانية بالنسبة للمنتخب الجزائري. قلت لكم بأنه هو أوتسايدر الآن. أي نعم، تحسن مع مرور الوقت والمباريات، المدرب تأقلم مع مرور الوقت والمباريات، اللاعبين أيضا بدأوا يتأقلموا مع بعضهم البعض. الخيارات اليوم صارت كثيرة جدا بالنسبة للمدرب. المطالب بأن يسير كرسي الاحتياط أكثر مما يسير أرضية الميدان، لأن يعني اليوم صرنا ب 28 أو 26 لاعب، 26 لاعب يا سيدي في كل منتخب. فصعب جدا أنك
تسير المجموعة التي لا تلعب، وبعدين أي مجموعة تلعب حجام ولا أيت نوري. في وسط الدفاع عندك 5 لاعبين متميزين، في الرواق الأيمن عندك 3 متميزين كلهم يستحقون أماكنهم. في وسط الميدان عندك ثراء كبير، مجيء عبدلي في مكان عوار راح يخلي المنتخب إذا أشركه راح يخلي المنتخب يدخل في نمط لعب آخر وتكون عنده نوايا أخرى. في الهجوم عندك خيارات كثيرة رغم غياب أمين قويل، ولكن كل شيء متوقف بالنسبة للمنتخب الجزائري على المعنويات بالدرجة الأولى وعلى الفورمة تاع اللاعبين الفردية وكذلك الجماعية. لذلك الثوب اللي راهو لابسه الآن المنتخب الجزائري يناسبه ويناسبنا، لأنه يعني ما عليهمش ضغوطات كبيرة جدا. الجزائريون غالبيتهم لا ينتظرون الشيء الكثير. عندما أقول لا ينتظرون الشيء الكثير مش معناه أنهم يتوقعوا أنهم يخرجوا من الدور الأول، لا، لو الخروج من الدور الأول سيكون فشل كبير بالنسبة للمنتخب الجزائري، والتأهل للدور الثاني لن يكون إنجازا كبيرا. ولكن الشيء اللي متأكد منه أنا شخصيا أنه راح نلعب بطولة كبيرة. لما نقول راح نلعب بطولة كبيرة قد نفوز بجزئيات وقد نخسر بجزئيات بسيطة جدا، وبعدين الخبرة موجودة والشباب موجودين والظروف أيضا ملائمة لخوض بطولة في المستوى. حبيت نتكلم اليوم قبل الافتتاح عن المغرب والجزائر لأن الأنظار موجهة إليهما. الحديث عن المغرب والجزائر لا يمنعنا من الحديث عن السنغال اللي يبقى من أقوى المنتخبات الإفريقية. لو تشوف الطريقة التشكيلة تاعو واو. لا يمنع من الحديث عن البطل كوت ديفوار، لا يمنع من الحديث عن الكاميرون والنيجيريا اللي كانوا دائما في المستوى في نهائيات كأس أفريقيا. لا يمنعنا من الحديث عن مصر وتونس كذلك. مصر وتونس سيجدون نفس الظروف اللي راح يوجدها المنتخب الجزائري في المغرب مع الأجواء ومع المجتمع اللي يشبهنا ومع أرضيات الميدان الجيدة ومع الظروف اللي راح يوجد نفسه فيها المنتخبان المصري والتونسي، بل المنتخبات المصري والتونسي وكذلك الجزائري بالإضافة إلى الأفارقة الثلاثة. هل تحدث مفاجأة كبيرة في هذه البطولة؟ أنا لا أعتقد. عندما أقول مفاجأة كبيرة أنا أتحدث عن تتويج واحد من خارج السبعة اللي ذكرتهم، واحد من خارج المغرب ومصر وتونس والجزائر والكاميرون والسنغال ونيجيريا وكوت ديفوار، هذو الثمانية. هل تحدث مفاجأة؟ مستبعد المفاجأة. كان يفوز تنزانيا أو موزمبيق أو جنوب إفريقيا أو منتخبات أخرى. عامل المفاجأة صعب جدا. قد يكون في مفاجأة في الدور النهائي يخرج واحد من الكبار، ولكن بلوغ النهائي والفوز باللقب كمفاجأة صعب جدا. ولكن يبقى وأنه هذه البطولة تبقى المرشح نمبر 1 هو المغرب، مفتوحة على المنتخبات السبعة اللي ذكرتها كذلك. بالنسبة للجزائر لا أريد أن أذهب أبعد من المعقول ومن المقبول. خلينا نبقى مخبيين بثوب منتخب راح يلعب بطولة يحاول أن يكون أفضل من المنتخب اللي لعب البطولة السابقة واللي قبلها في الكاميرون وفي كوت ديفوار. فرجة ممتعة إن شاء الله، نلتقي على خير، ولكن في المباراتين أمام بوركينا فاسو وغينيا وليس في مباراة السودان التي تقتضي معلق محايد. شكرا لكم والسلام عليكم. سأحاول أن ألتقي بكم مرة على مرة بمناسبة هذه البطولة. سلام.